ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير وفيديو جديد. اول حاجة تعالى اوريك الصور قبل وبعد. دي الصورة قبل ودي الصورة بعد، ودي الصورة قبل ودي الصورة بعد، ودي الصورة قبل ودي الصورة بعد، وبس كده الصور قبل الفلتر وبعد الفلتر. تعالى بقى نروح على الاعدادات ونشوف احنا عملنا ايه. عندك هنا الاكسبوجر انا عملته موجب 7/100، وعندك هنا الكونتراست عملته 36، والهايلايتس هنا عملته -100 عشان هنا عندك انت شايف الصورة مثلا كده في لون ابيض. تمام. انا لما جيت ان انا زودت بقى الشادو والوايت والكلام ده كله، عندك هنا العائق اللي هيبقى موجود في الصورة، ان عندك هنا ان الصورة هتبقى منورة، فانا بعوض ده بايه؟ بان انا بقلل الهايلايتس كده. تمام. فبيديني تون بشرة كده مختلف، وبيصلح التعديلات اللي انا عملتها. يعني في تعديل بيصلح تعديل، ويديك تأثير تاني خالص، فاهم؟ ما تقدرش توصله الا اذا كان عملت دول مع بعض. فالموضوع سهل خالص في لايت روم، بس محتاج تركيز. وعندك هنا برضو الشادو انا عملته 100. الشادو بيفتح الاماكن اللي هي فيها الظل، والهايلايتس بيفتح ويغمق الاماكن اللي هي فيها النور. وعندك هنا الوايت اللي هو اللون الابيض برضو، يعني عندك الضوء وعندك اللون الابيض. قللته برضو عشان ايه؟ أو اعرف ان انا اظبط الصورة، لان انا رفعت الشادو على الاخر. وعندك هنا البلاك قللته شوية عشان اللون الاسود يبقى واقعي شوية في الصورة. تعال بقى نروح على الكولر. وعندك هنا التمب انا عملته 8، والتنت عملته -6، والفايبرنس عملته 34، وساتوريشن عملته -23. وتعالى نروح على color grading. هنا انا معملتش فيه اي حاجة. التون اصلا اللي في الصورة اللي هو تحسه مايل على اللون الازرق شوية، مش من الشادو والهايلايت والكلام ده كله، عشان في ناس بتتلخبط. التأثير ده اصلا هقولك في اخر الفيديو عشان ايه بالظبط. عندك هنا اول حاجة عشان الميكس بتاع الالوان، وتاني حاجة هقولها لك واحنا بنشرح. اول حاجة هنا عندك اللون الاحمر -53، والساتوريشن 6، والليمينوس 15. انا هوريك الالوان بسرعة. تمام. لان انت عارف اكيد الالوان ان الهيو بيغير اللون، ساتوريشن بيسحب اللون من الصورة او بيزوده، الليمينوس مسؤول عن اللون غامق ولا فاتح في الصورة. انا هوريلك الصورة الالوان بسرعة عشان بس وقت الفيديو. واول رقمين في الباسورد 30، في لسه رقمين تانيين، فكمل الفيديو الاخر عشان تعرف الرقمين التانيين. ومتزعلش مني على الحوار ده، عشان بس الفيديو ما ينزلش المشاهدات. عشان انت لما بتشوف اول فيديو اول سنتين تلاتة والدنيا دي من غير باسورد والكلام ده، وتنزل تحمل فلتر، انا اللي كده بتضر. فعشان افضل موجود معاكوا اصلا، يا اما اعمل كده يا اما قناتي هتنزل في الارض او هتتمسح. انا بعمل كده مش من فراغ يعني. عندك هنا الافكت اللي انا عامله زي ما انت شايف كده. واخر حاجة بقى هنروح على بروفايل، هنختار مودرن 4. عندك حاجات كتير هنا، تخش على مودرن وبعد كده 1 2 3 4، هتلاقي مكتوب 0 و4 عشان الناس اللي بتتلخبط، بس هتلاقي مكتوب 0 وجنب 4. تمام. هو ده الرابع يعني. فبس كده. متنساش بقى اللايك وسبسكرايب، تاني رقمين 60. فبس كده، يا رب مكنش طولت عليكم، يا رب يكون الفلتر عجبكم والفيديو عجبكم، ورمضان كريم. وبس كده، اشوفك بقى في فيديو جديد. سلام.